السلام عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير وسعاده. انا عارفه ان كلكم سمعتوا الخبر وكلكم عارفين اللي حصل في موضوع التذاكر، ولكن انا من باب الفخر، من باب الشرف، من باب التفاخر، ان انا لازم اوثق الخبر بفيديو على قناتي علشان يبقى حصل لي الشرف ان انا قلت الخبر ده. عايزه اقول لكم ان كابتن الخطيب رغم ان هو اعتزل وبطل لعب بقاله سنين، ولكن لسه بيعرف يرقص وبيعرف يشمس وبيعرف يجيب اجوان. وإدارة نادي الأهلي أعلنت إن هي متحملة تكاليف التذاكر بالعدد كامل كامل المخصص لجماهير النادي الأهلي، وتواصلت مع اتحاد الكورة وبالتالي شركة تذكرتي ودفعوا فلوس التذاكر بالكامل. في ناس كتير حجزت التذاكر من جماهير النادي الأهلي وخلاص كانوا رايحين، فطبعا قررت إدارة نادي الأهلي إن شركة تذكرتي ترجع لهم فلوسهم، وأي مصاريف إدارية متحملاها إدارة نادي الأهلي. فخر لكل اهلاوي ان انت اهلاوي، فخر لكل اهلاوي ان كابتن الخطيب رئيس نادي الاهلي، رئيس جمهوريه الاهلي. طبعا ده باجماع والراي اجماع من الاداره كلها، ولكن احنا بنتكلم على كابتن الخطيب بصفته رمز للاداره. فاحنا دلوقتي لازم نوثق الكلام ده ونقول شكرا النادي الاهلي، شكرا كابتن الخطيب، شكرا اداره نادي الاهلي. انا فخوره ان انا بشجع الاهلي، ولازم انت كمان يا كل اهلاوي تكون فخور ان انت اهلاوي. مش بس كده، كابتن الخطيب والإدارة أعلنوا كمان إن كل الماتشات اللي باقية في الدوري هتكون أسعار التذاكر الدرجة الثالثة 50 جنيه بدل 75 جنيه. وبما إن شركة تذكرتي محددة إن الحد الأدنى 75 جنيه، فالفرق دوت برضو إدارة النادي الأهلي هتدفعه الجماهير. مش حكاية فلوس ومش قصة فلوس خالص، هم عارفين ومتأكدين ان جمهور النادي الاهلي مش هيفرق معاه الفلوس، لكن هم عايزين يعملوا تشريف لجماهيرهم، جمهورهم اللي عارفين قد ايه بيقدرهم وقد ايه بيحب النادي وقد ايه النادي عنده عشق. فهم عشان يخففوا الموضوع ويحسوا ان هم يعني ادوا الجمهور ولو جزء من جمايله على النادي وجزء من جمايله على الاداره، فهم حبوا يعملوا الحكايه دي. شكرا كابتن الخطيب وشكرا اداره النادي الاهلي. من دقايق كده انتهت مباراة الأهلي والألمونيوم في كأس مصر. كانت مباراة يعني بصراحة رخمة. الشوط الأول اللعيبة، عشان بس محدش يتكلم ويقول لا اللعيبة بتفكر في ماتش بيراميدز ومشغولة، لا، مش هنضيع بطولة عشان ماتش. يعني دي ماتش في كأس مصر ودي بطولة تانية. اللي كان هيتغلب كان هيخرج بره البطولة، فلعيبة النادي الأهلي مش هتضيع بطولة عشان مباراة. بغض النظر المباراة هتبقى ازاي، مين اللي هيكسب، مش هي دي المشكلة. لكن لعيبة النادي الأهلي ما بيفكرش بالطريقة دي خالص، ولا الجهاز الفني بيفكر بالطريقة دي خالص. ولكن الفكرة في تراجع الأداء خصوصا في الشوط الأول، ان في حوالي 8 او 9 لعيبه يعني تغييرات في سيستم الفرقه. فطبعا انت بتتكلم في تغييرات ناس ما لعبوش مع بعض، يعني مفيش تجانس، مفيش ما بينهم وما بين بعض كده زي الحته اللي هي بتاعت الربط ما بينهم وما بين بعض، مش فاهمين بعض. فطبعا لازم يحصل فيه شويه خلل في الاداء. لعيبه كتير بقالها فتره برضو قاعده، في لعيب راجع من الاصابه ولعيب كان قاعد على الدكه زي محمد هاني. فطبعا لازم تشوف التذبذب ده في الاداء. الشوط الاول كان شوط بطيء جدا، كان شوط ضايع. ولكن الشوط الثاني كان فيه يعني شويه، كان فيه شويه هجمات والاهلي كان ضاغط. ولكن خلي بالكم يا جماعه، الماتشات المقفوله اللي فيها مثلا الفرق اللي هي بتعمل ستاره قدام الجون دي وتقعد تدافع، الماتشات دي بتبقى رخمه جدا على لعيبه النادي الاهلي، بتبقى تقيله، تبقى ماتشات تقيله. انت تحس ان ازاي مش عارف إيه. لا، لكن هي بتبقى ماتشات تقيله فعلا، بيبقوا مقفلين اللعيبه مش عارفين، يعني خلاص انت واقف ما بتلعبش يعني فاهم. فالماتشات دي بتبقى تقيله حتى على قلوب الناس اللي هي بتحب تتفرج على كوره زي حالاتي كده. يعني انا ما بحبش اتفرج على الماتشات دي، بحب اتفرج على الماتشات اللي هي فيها تبادل هجمات وفيها لعب وفيها حاجات حلوه وجمل. فالماتشات دي فعلا بتبقى تقيله. الحمد لله على الفوز. اللعيبه شويه كانوا حاسين ان الموضوع سهل والماتش سهل والفرقه يعني، مع احترامي لفرقه الالومنيوم بس يعني قصدي انهم مش ند يعني للنادي الاهلي. ففي الشوط الاول كانوا بيلعبوا باستهتار شويه، بهدوء شويه، فاكرين الموضوع سهل. بس الحمد لله يعني الشوط الثاني الاداء اتحسن، وبنزول قفشه برضو الاداء اتحسن اكتر.
وسام ضيع ضربة جزاء بشكل غريب جدا، لعبها في الزاوية بتاعته اللي بيحبها. احنا كان يعني عارفين ان وسام، قلنا خلاص يعني عندنا علي معلول مؤقتا لحد ما علي معلول يرجع ان شاء الله بالسلامة، وانه بيلعب ضربات الجزاء بشكل هايل جدا، بشكل مثالي جدا، بكل هدوء. ولكن ما كانش في حظ النهارده ولا توفيق. الحمد لله ربنا وفق محمد هاني وجاب جون كويس جدا، جون حلو من شوطة، والحمد لله على المكسب. خلينا نفكر في اللي بعد كده. ولكن عايزه اتكلم عن نادي الزمالك. عايزه اقول كلمتين بس بسرعه كده، اسمحوا لي. بالنسبه للناس اللي عماله تتكلم على تراجع النتائج او الاداء في الدوري، مش هنتكلم عن ماتش الكاس لانه كان ماتش سهل جدا، ولكن بتكلم على الاداء في الدوري. والناس اللي عماله تقول جوميز يمشي، جوميز مش نافع، جوميز. يا جماعه الراجل حابب يكمل، ده اولا. عايز يشتغل في نادي الزمالك. الراجل عارف انه هو ملوش حظوظ في انه ياخد البطوله، فشغال مثلا على الفرقه، بيحاول يعمل حاجه، بيحاول يدخل عناصر جديده، بيشتغل مع الفرقه كانه عامل مثلا معسكر بماتشات رسميه. يعني عارف ازاي، عامل توليفه كده. انا شايفه ان هو ممكن يعمل حاجه مع الفرقه، مش شايفه ان مشيانه دلوقتي مش صح. والاصوات اللي بتنادي ان هو يمشي يعني مش فاهمين الوضع صح. مش عايزه اقول لفظ تاني، ولكن هم مش فاهمين الوضع صح. الزمالك عنده مشاكل، عنده مشاكل ماديه. خلينا نتكلم في المشاكل الماديه. هيروح يجيب مدرب تاني بسعر اعلى، وممكن يكون مستواه اقل عشان مش متوفر مبالغ، او يجيب مدرب مصري. واحنا عارفين يعني ما لهمش حظوظ قوي الزمالك مع المدربين المصريين. ولكن انت بتتكلم مع مدرب عايز يكمل معاك، عايز يشتغل وبيحاول. وانا شايفه ان هو ممكن يقدر يعمل حاجه مع الفرقه. امكانيات قليله، بيشتغل في ظروف صعبه، بيشتغل في وسط لعيبه مش عارفين مصيرهم ايه في التجديد، ناس متمرده، ناس عايزه تمشي، ناس عايزه تجدد، في مشاكل في الاداره، في مشاكل في القيد، في فلوس، في قروض، في مشاكل كتير قوي حواليه، واكيد دي مؤثره عليه ومؤثره على اللعيبه ومؤثره حتى على الاداره. فكونه ان هو بيحاول يلم الفرقه، وبيحاول ان هو يجيب عناصر جديده، وبيحاول ان هو يشتغل مع الناس، وكون ان هو عايز يكمل في ظل الظروف دي، فانتوا امسكوا فيه بايديكم واسنانكم. رأي المثل يقول لك خد اللي يحبك وما تاخدش اللي انت بتحبه. فيا ريت نديله فرصه حتى الموسم اللي جاي، نحاول نوفر له ولو حتى 50% جو مناسب يشتغل فيه، وبعد كده نحاسبه بعد ما نديله حتى 50% جو مناسب للكوره للعب انه يشتغل، وبعد كده حاسبه. ما تحاسبوش على نتائج دلوقتي وهو عنده مليون مشكله مع اللعيبه، عنده مليون مشكله في كل حته. كده كده انت مش هتاخد حاجه السنه دي من الدوري. يعني تفنش رقم كام دي مش تبقى مشكله، اهم حاجه ان انت تفنش في الدوري. فادوا الراجل فرصه يشتغل، وبلاش الاصوات اللي هي بتتكلم وخلاص علشان نبقى بنتكلم. والنتائج مش مهمه دلوقتي، النتائج مش مهمه، لكن سيبوه يعمل فرقه، سيبوه يشتغل، واخر الموسم الجاي نحاسبه. يعني انا بقول رايي، ولعل وعسى. وبشكركم جدا، وتصبحوا على الف خير.